السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. النهاردة بقى عندنا روتين أول يوم مدرسة. كنت نزلت لكم الروتين بتاع ليلة المدرسة وعملنا فيه الفينو، بس هو نزل متأخر عشان كده ما تشافش قوي. بس متشكرة جدا جدا برضو على كل التعليقات الحلوة اللي جات لي على الفينو، وبجد سهل وحلو. بس اهم حاجة تشوفي التكات اللي احنا قلناها، لو هسيبه لكم في صندوق الوصف برضو تاني. النهارده بقى روتين اول يوم مدرسة عملنا فيه ايه، جبت لكم اليوم بقى من اوله. ايوه، من دلوقتي كده من الساعة 6 الصبح كده واحنا عملنا حضرنا اللانش بوكس مع بعض ورحت بقى وديت البنات وجينا هنحكي كل الحاجات دي مع بعضينا. اول حاجه عملتها ادي الفينو اللي احنا كنا عاملينه الفيديو اللي فات مع بعض. طبعا ده تاني يوم كمان، يعني انا ما حطيتوش كمان لسه يعني قلت اسيبه كده للصبح وبعد كده ابقى احطه في الفريزر. تمام. انا عشان هو كمان مش كميه كبيره فعشان كده ما حطيتوش في الفريزر على طول. بس عملت منه انا ده بسجله لكم كمان تاني يوم، يعتبر كان خلص الحمد لله بالهنا والشفا. فعشان كده ايه، يعني هو كفاني يا دوبك يومين. طبعا مش المدرسه بس، احنا وكلنا كنا بناكل منه. بس فانا طبعا عارفين البيض غالي بقى والحاجات بتاعت اللانشون كلها يعتبر غليت، فانا قلت يعني خلاص بقى هجيب النهارده جاهز، بس انا ما بحبش اجيبه كتير. بس بقى عشان في اول الدراسه بقى وكده وشويه حماس وتحفيز ليهم، فجبت لانشون وجبت ايه جبنه رومي وجبت جبنه علب. هي الحاجات دي عامه كلها اغلبيتها مش صحيه، بس دي اللي بتنفع مع الحاجات السريعه بتاعت سندوتشات المدرسه. المهم عملت لكل واحده بقى ايه، قلت لكم الرغيف كويس فقسمت الرغيف على 2 وعملت 3 سندوتشات لكل واحده. وعارفين طبعا ان احنا هم زي ما انتم متعودين معانا بياكلوا نصهم في المدرسه ونصهم بييجوا يكملوه لحد ما احضر الغدا. تمام، وده اللي حصل بالظبط. وبقطع لهم معاه خيار وجزر، ولو عندك بقى اي حاجه اي سناكس كده معاها. انا كنت جايبه لهم شيبسي كمان معايا، فايه يعني زي ما قلت لكم احتفالا بس في اول يوم. بس حضرت اللانش بوكس زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده راحوا على المدرسة هما الاتنين. وانا طبعا بوديهم اول يوم طبعا والصبح، عامة انا كل يوم بوديهم الصبح لكن اخر النهار هما بيرجعوا لوحديهم. بس ده كان اللانش بوكس، وحضرت الازايز بتاعتهم والحوارات بتاعت الصبحيه وخناقات بقى، يعني وانا بحضر في لانش بوكس كده اللي هو انت بتصحي في فلانه والتانيه بتتخانق معاها عشان هي لبست الازاز الاول وصلت الاول، والحوارات اللي انتوا عارفينها بتاعت البنات دي بتاعت اي حد عنده عيل في المدرسه الصبح. ماشي. بس كده زي ما خدوا حاجتهم وتوكلنا على الله رحنا. وجيت بقى على يعني الأوضة بتاعتهم كانوا هم يعني عقابا على اللي عملوه فروقوها هم ماشيين. فما كانش في حاجة تتعمل قوي يعني. فجيت بقى على يعني زي ما قلت لكم انا بشغل الراديو جنبي كده وبحب اسمع اذاعه القران الكريم. حتى لو انتي سرحت شويه وسمعت شويه بتذكرك كل شويه، بتقولي ذكر، بتصلي على الرسول، بتستفيدي معلومه سؤال، الحاجات دي كلها حلوه قوي فيها. المهم ان انا كنت جايبه بقى معايا حاجات من السوق، فجايبه معايا برتقان، بس ده انا لسه مش هعمله دلوقتي، فبدل ما اجيبه كل مره واحده على تفريزات رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين عشان العصاير. فانا بحب افرز البرتقان جدا. فاليومين دول حلوين جدا للبرتقان ورخيص، مش غالب 5 جنيه، وهات البرتقان البلدي مش ابو سره عشان بيبقى هو ده حلو للتخزين. تمام. فعشان كده انا رحت عملت جبت 2 كيلو دلوقتي النهارده، يعني كل يوم بجيب 2 كيلو لحد ما اجمعهم مثلا 5 كيلو 6 كيلو، وبشوف هعمل ايه تاني معاهم وبعملهم كلهم في يوم واحد، اللي هو تعب يوم ولا كل يوم زي ما بيقولوا. بس دي المواعين بقى اللي كانت مش مواعين، يعتبر انا كنت مشطبه المطبخ معاكم من الفيديو اللي فات. فده الصبح الازايز بقى اللي شربنا فيها اسمه ايه، كوبايه الشاي، الحاجات اللي هي الاساسيه اللي لازم تبقى في كل حوض دي عارفينها. بس هشطب الحوض الاول عشان اعرف اغسل الخضار اللي انا جايباه وعامله الازايز، وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه. انا عندي كنت جايبه بسله، انا قلت لكم ان انا كنت جايبه بسله مش كتير المره اللي فاتت، فجبت عليهم كيلو ونص تاني، والبسله غليت للاسف زي ما قلت لكم. فاكرين لما كنت جايباها ب 13 جنيه وقلت لكم هي مش هترخص عن كده، فجبت الكيلو النهارده ب 17 جنيه. فجبت حوالي كيلو ونص ب 25 جنيه. ومعاهم جبت معاهم خضره وحزمتين جرجير، انتوا عارفين ان انا الخضره ما بستغناش عنها، وعندي كانت الخضره خلصانه. فجبت ربطه بقدونس وربطه شبت وربطتين من الجرجير.
اغسلهم كويس قبل ما احط البانيه. وجبت بانيه يا جماعه، جبت بانيه. انتوا متخيلين ان انا جبت بانيه؟ يعني انا ضحيت وجبت يعني نص كيلو بانيه. وبسأل عليه يا حبايبي لقيته بكام؟ لقيته ب 180 جنيه. انتوا متخيلين؟ فبوظ الميزانيه برضو بتاعت الاسبوع. احنا مش عارفين نروح فين بعد كده. يعني عملنا ميزانيه ال 400 جنيه، برضو مش جايبه، مش مكفيه. الحمد لله رب العالمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. المهم ان انا غسلت الخضار الاول اللي انا جبته، وكان قاعد البسله شلتها بقى على جنب كده لحد ما اخلص اللي هعمله، عشان ايه واحنا قاعدين بالليل في الروقان كده نبقى نفصصها. وده اللي حصل. المهم ان انا جبت البانيه، نص البانيه، فغسلته كويس جدا وعصرت عليه ليمونه كده عشان، وشلت كل الزيادات اللي فيه، الدهون والحاجات اللي بتبقى فيه دي، وغسلته كويس. وبعد كده هقطعه عشان هعمل مش هعمله بانيه، هعمله زي ما قلت لكم اللي هو بانيه الشركات، اللي هو بتاع اطياب وكنتاكي والحاجات دي. فبيبقى حلو، وبيبقى بيرمي كتير وكميه كبيره، ممكن تقسميه على نصين زي ما انا هعمل كده وهتشوفوا بالظبط. لان انا الميزانيه اللي انا عملتها معاكم، يعني قررت ان انا اطبقها معاكم بالظبط على عملي طول الاسبوع بتاع المدرسه. تمام. فدي نص البانيه انا كده هقسمه وهقطعه قطع الى حد ما صغيره، وهجيب الكبه بتاعتي وهحطه فيها البانيه، وهنشوف الاضافات التانية اللي انا هعملها. انا كنت عملته معاكم في فيديو بالتفصيل الممل من اوله لاخره لحد القلي، وجربناه وكلناه وكان حلو جدا. تمام. يعني دي مش اول مره اعمله. بس قلنا يعني حاجه من حاجات التوفير واللي ممكن يعني ايه تنقذ معاكي الى حد ما، وبتدي قطع كتيره يعني. وهم كمان البنات يعني ايه بيحبوه. فانا قلت اول يوم دراسه بقى، فايه نحتفل باول يوم دراسه ونجيبه واعمله لهم. بس قطعت البانيه كله كده زي ما انتم شايفين، قطع لحد ما صغيره عشان بس الكبه بتاعتك. انا طبعا بعد كده قسمت الحاجات دي على كذا مره عشان اعرف اعملها في الكبه، عشان بس ايه ما تقوليش ان انا عملته كله في مره واحده. انا لقيت نفسي حطيتهم مره واحده، فقلت احط الخلطه. ده الكريسبي اللي هو الفيجيتار الكريسبي اللي انا حطيته الاصفر اللي هناك ده اللي هغطي بيه الكفر. وده فيجيتار سايب، كنت جايباهم ب5 جنيه، حطيت منهم قبل كده، ودي المره التانية. هحط 3 معالق على او 4 معالق بالظبط على النص كيلو من البانيه. تمام. وهتبله بملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا، لا مفيش كمون، بابريكا و7 بهارات. ماشي. عندك اي حاجه، اي توابل بقى اللي انت بتحبيها حطيها. وعندي معلقه من الكاري، او يعني مش معلقه، يعني يا دوبك كده نص معلقه او معلقه صغيره. وزي ما قلت لكم 7 بهارات. بس ما بكترش التوابل قوي عشان طعم الفراخ يبقى باين. بس كده. وعندي قالب من مرقه الدجاج. طبعا يعني بحاول بقدر الامكان ان انا اعادل الملح ومرقه الدجاج، لان انتوا عارفين ان مرقه الدجاج ملحها كتير. بس مرقه الدجاج دي بقى فايدتها ايه؟ ان هي بتدي طعم زي بتاع بره بالظبط. لو انت طبعا عايزه مش عايزاها ممكن تستغنى عنها خالص، مش هتاثر لان طعم الفراخ هيبقى باين. لكن انا بحطها عشان طعم بره يبقى موجود. اخر حاجه بعد ما عملتها في الكبه بحط لها معلقه من البيكنج باودر عشان يخليها منفوشه كده وحلوه، وما يخليهاش يعني مكتومه. وبعد كده بحط له نقطتين من الزيت عشان بس ما يلزقش في ايدي. تمام. ومش بعجن عجن قوي بقى، لا يا دوبك بقلب الحاجات دي كلها بس في بعضيها. لو انت حسيتي ان هي يعني حاسه ان هي لسه بتلزق قوي ممكن تحط لها معلقه بقسماط. تمام. تمام. بجيب الكريسبي ده برضو انا كنت جايباه من عند العطار، اللي هو الفيجيتار بتاع كنتاكي او الكريسبي. بجيبه شويه كتار كده ب5 جنيه. بس بحطهم في صينيه، واجيب صينيه فاضيه عشان احط عليها، وبدهن ايدي من الزيت عشان لو بتلزق شويه. وبشكل بقى زي ما انا عايزه. انا عايزاه صوابع، عايزاه مستطيلات، عايزاه مربعات، عايزاه مثلثات، براحتك على الاخر. تمام. ممكن في ناس بتجيب وبتفرده كده على بين كيسين، وتفرده بالنشابه، وتقطعوا التقطيعه على شكل ورده، على شكل ايا كان الاشكال اللي انتوا عارفينها دي. تمام. لكن ده الشكل المتعارف عليه، وعشان يبقى زيه زي البانيه العادي اللي احنا عارفينه. تمام. بس انا هعمل معاكم بس قطعتين او 3 قطع كده على الماشي، وبعد كده هكمل الكميه بتاعتي كلها. اهم حاجه ان الكميه معايا نص كيلو، عملت معايا تقريبا حوالي 20 او لا حوالي 25 قطعه. ماشي. 24 او 25 قطعه، انا مش فاكره قوي. بس انا في شويه عملتهم زي صوابع الكفته كده، فدول برضو خدوا مني شويه حلوين. المهم لو انت هتعمليه زي ده هيجيب معاكي حوالي 22 قطعه او 23 قطعه. تمام. ده الشكل النهائي، ودول الصوابع اللي انا عملتهم معاكم. الصواع ده هو نفس الحجم بتاع الحته المبططه دي.
بس كده هسيبهم بقى يرتاحوا شويه مع نفسهم. ممكن في ناس بتحطهم في الفريزر في التلاجة، انا ما حطيتهمش والله، كنت حاطاهم في فرن البوتاجاز على بال ما اخلص عشان يوسعوا لي مكان. المهم هعمل معاها ايه؟ اعمل معاه مكرونه سباكيتي. احنا عارفين ان احنا هنجيب كيلو مكرونه سباكيتي. انا الميزانيه اللي انا عاملاها دي كلها بتكفي 4 افراد حسب افراد اسرتي. طبعا انت عندك زياده فبتزودي. تمام. كيلو المكرونه انا بجيب الاكياس اللي انتوا عارفينها دي. تمام. فبجيب منهم صراحة 4 أكياس، بشكلهم بقى سواء 2 سباكيتي 2 قلم 2 مقصوصة، حسب أنا ناوية أعمل إيه. فأنا كنت جايبة 2 مقصوصة وجايبة واحد مع قلم وواحد مقصوصة. تمام. فهعمل النهارده سباكيتي عشان هي اللي بتليق مع الحاجات دي اكتر. الطماطم بتاعتي دي الصلصه دي انا كنت جايباها وعاملاها، بس الفيديو هينزل لكم تاني عشان طبعا ايام المدارس ففصلت عن الفيديو اللي انا كنت عاملاه قبل كده، فمش هنزل لكم بالترتيب. فالصلصه دي انا كنت عاملاها معاكم وشايلاها من غير بصل من غير اي حاجه، فانا حطيت لها بصله صغيره وفص توم عشان المكرونه بتحب التوم. فقطعت بصلايه وفص من التوم، وبعد كده هحطهم على النار واحط معاهم شويه زيت حلوين كده عشان تعرفين المكرونه بتحب الزيت. وهحمرهم بقى تحميره حلوه لحد ما احط الميه على النار بتاعت المكرونه عشان تتسلق، فهشتغل مع الاتنين مع بعض. خلاص. بس هو ده اللي انا هعمله، ان انا هعمل الصلصه بتاعه المكرونه وهسلق المكرونه السلق. طالما هتحطيها في صلصه ما تسويهاش جامد، غير يا دوب نص سوا، مش هقولك 3/4، لا نص سوا. يعني تيجي تقطميها كده تحس ان هي فيها حته بيضه من جوه. اي نوع مكرونه عندك تقسميه نص تلاقي فيه لسه الدايره بتاعته كده بيضه لونها ابيض، كده هيبقى انت خلاص وصلت لنص السوا. فما تسويهاش اكتر من كده عشان لما تحطيها في الصلصه ما تتعجنش منك. تمام. تمام. دي يعني اكتر سر من اسرار المكرونه ان هي تطلع معاكي حلوه ومش معجنه. وتاني حاجه ان انت بعد ما تخلصي خالص اي نوع مكرونه بالصلصه، يا تحطي له معلقه سمنه بلدي او زبده، يا ترشي عليه رشه من الزيت، بيخليها بتلمع وبيخليها طعمها حلو جدا جدا ومفرفته كده من بعضها مش لازقه في بعضها. تمام. تمام. بس ممكن تحطي للصلصه بتاعتها قرن فلفل سواء احمر او الوان او اخضر، او ممكن حامي كمان عشان يديله تيست حلو. وبتتبلي الصلصه بتاعتها بتتبليها بملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا. تمام. تمام. انا كده صفيت المكرونه عندي، ما كملتش عندي 5 دقايق على النار، ما كملتش، لان هو الطبيعي ان هو بيقول لك ان انت لو هتسلقيها سلق كامل 8 دقايق، لكن انا خليتها يا دوبك 4 دقايق او 5 دقايق بالكتير قوي. تمام. تمام. هنا بتبل المكرونه بتاعتي ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا، وهتحطي لها مكعب ماجي براحتك، مش هتحطي زي ما انت عايزه برضو. انا حطيت حوالي نص مكعب، مش عارفه اجي معاكم ولا لا. والفلفل. تمام. وبسيبهم بقى يستووا مع بعض كده حلو، وحطيتهم على بعض في الحله. شايفين بقى عامله ازاي مفرفته كده وحلوه مش ملزقه في بعضها. هعمل بقى طبق سلطه جنب الاكل ده. وكل ده انا لسه محمرتش البانيه عشان بسيبه لاخر حاجه، عشان بيبقى عايز يتاكل سخن، لما بيبرد ما بيبقاش حلو قوي. تمام. وحطيت على السلطه بتاعتي طماطم وخيار وفلفل اخضر وخضره بقدونس وشبت، وحطيت فص من الثوم بيخليها تحفه. جربي السلطه بالثوم تحفه، يعني اكتر من السلطه بالبصل. اللي ما بيحبش طبعا ده يعني انا بقول لكم شويه حاجات تكات كده ممكن تعملوها بتطلع الاكل حلو قوي. هنا بقى العلبه بتاعت الخضره زي ما انتم شايفين كده كانت فاضيه عندي، بس الكابوتشايه الحلوه دي هشيلها وانشف العلبه بتاعتي كويس جدا، وبعد كده احط الخضره بتاعتي عليها فيها جواها. يعني قلنا ان احنا ما بننشفش الخضره بتاعتنا قوي قوي، عشان لما بتنشفيها بتخلي الخضره كده تنام على نفسها كده وما بتبقاش مصحصحه كده وفريش. تمام. بس كده حطيته وهشيل منهم بس للاكل، وبعد كده اغطي العلبه بتاعتي واحطها في التلاجة زي ما احنا متعودين مع بعض. بس عندي الفلفل الاخضر ده انا مش برميه، حتى لو في حاجه متاكل منها حرام ما برميهاش، بسيبها لتاني مره باكل منها او بقطعها على اي حاجه. تمام. وخلاص كده. هعمل بقى ايه الزيت. احط الزيت على بال ما يسخن. للاسف انا لقيت التليفون ما بيصورش، انا شلت نص الكميه زي ما انتم شايفين هنا في الطبق ده، نص الكميه، وحمرت نص الكميه التاني. تمام. بس التليفون للاسف المساحه بتاعته كانت قطعت فما لقيته ما بيصورش. بس كده هغرف بقى الاكل زي ما انتم شايفين كده. مكرونه، طبقين مكرونه حلوين، والبانيه ده يكفي 4 اشخاص زي ما قلت لكم، مع الخضره ولو عندك مخللات كل ده بيبقى حلو قوي. بس كده كان رحت بقى ذاكرت مع البنات شويه، وقعدنا فصصنا بعد ما روقت المطبخ طبعا، وفصصنا البسله انا وسلمى،
وبعد كده خلاص كده كان يومي خلص، وحطيت البسله وعبيتها في اكياس وحطيتها في الفريزر. بس ده كان يوم النهارده، يا رب يكون اليوم عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. وكل عام وحضراتكم دايما بألف خير. وطبعا لو ما تنسيش لو عجبك الفيديو تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد بقدمه وتكوني اول واحده بتشوفيه. وطبعا لو شايفه ان حد ممكن يستفاد منه او يعني ياخد شويه طاقه حلوين كده، شيروا له الفيديو. تمام. بس هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين، دمتم مبسوطين، مع السلامه.